26 فهد البطل بعد ما ريكو اتقبض عليه بالمخدرات، ونادر التمساح انتقم من ريكو بعد ما ريكو هزقه قدام راوية. نادر التمساح سلم ريكو للحكومة. وفي مشهد تاني كناريا راحت تبلغ على فهد في الاسم، وعمرو غلاب بدأ ينخرب ورا فهد بعد ما قبض على ريكو. وفي مشهد تاني بعد ما عجيبة دخلت أوضة وفاء وحطت الطرحة بتاعتها في دولاب وفاء، واحد الغفر شاف عجيبة وهي داخلة أوضة وفاء. غلاب اتكلم مع الغفر عشان يعرف وفاء كانت بتقابل عبود ولا لأ، والغفر قالوا لا يا غلاب بيه، بس كنا بنشوف الست عجيبة هي اللي كانت بتقف مع عبود بشكل دائم، وكانت طلبت منه زرنيخ أكتر من مرة. ولما عبود قال لنا إن هو عايز زرنيخ وشفنا عبود وهو بيدي الست عجيبة الزرنيخ، غلاب طبعا راح لعجيبة وهددها إن هو هيرميها للديابة لو ما قالتلوش الحقيقة كاملة. وفي مشهد تاني نادر التمساح قرر ينتقم من راوية وهددها بفهد لو ما وافقتش يجوزها، لو ما وافقتش إن هو يتجوزها هينتقم منها فهد. وراوية قالت لفهد لازم نبعد عن توفيق التمساح وتطلق بنتهم آسيا. وفهد قال لها انا مش هسيب حق ابويا ولازم اعرف السر اللي امك كانت عايزه تقوله. وفي مشهد تاني رئيس المباحث استدعى فهد عشان يوجه له التهم بقتل ابو كناريا اللي هو شوقي، والحاجه فايزه راحت القسم ورا ريكو عشان تطلعه، وريكو اتحبس وجاري التحقيقات. والحاجه فايزه قررت ان هي تقوم له محامي كبير بعد ما ريكو قال للحكومه ان هو المسؤول عن العربيه، هي باسم الحاجه فايزه بس هي ملهاش دعوه بالبضاعه اللي العربيه شايلاها. والحاجه فايزه قررت ان هي تقف مع ريكو وتطلعه لان اللي عمل فيه كده هو نادر التمساح. وفي مشهد تاني راوية راحت لفهد وقالت له على تهديدات نادر التمساح لريكو، وان نادر هو اللي حط ريكو المخدرات في العربيه. لما عرفت ان توفيق التمساح شغال في المخدرات والحاجه فايزه هي اللي قالت لها، وريكو سالها مين اللي قالك؟ قالت له الحاجه فايزه قالت لي الحقيقه كامله. وفي مشهد تاني فهد راح لتوفيق التمساح والنادر وقال لهم انا هقول على كل حاجه، لو صاحبي حصل له حاجه لازم يخرج منها الا هتشوفي مني وش تاني. وانت يا نادر بيه ازاي تقف مع اختي في الشارع وتهدد ريكو قدام اختي وتزعق مع اختي؟ اللي انت بتعمله ده مش اصول. وبعدين يا توفيق بيه اللي حصل احنا متفقين على خطه معينه، ليه الخطه اتغيرت وحطيت البضاعه في عربيه ريكو؟ انتوا كده بتسلموه وانا مش هسيب حق ريكو، ده صاحبي واكل معاه عيش وملح. وفي مشهد تاني راوية راحت لنادر التمساح وقالت له انا مش هسيب حق ريكو، انت جيت تفضحني قدام اخويا في البار وقلت عليك مش راجل، انما لما تحبس حد ملوش اي دعوه بيا وتنتقم منه انا اللي هقفلك وهوريك راوية هتعمل ايه. وفي مشهد تاني عمرو غلاب قرر انه يبحث عن سر امه وان اللي ابوه بيقوله مش حقيقي، وفهد قرر يروح لعم صبحي عشان يقف معاه ويعرف السر الخفي اللي امه كانت عايزه تقوله قبل ما تموت في الدير. وفي مشهد تاني عجيبه راحت للدكتور وهددته ان لو حد عرف ان عجيبه اللي جات لك وقالت لك ان انا السبب في موت وفاء انت مش هتشوف مني غير الموت. ولكن رئيس المباحث قرر ان يجيب الدكتور ويستدعي الدكتور ويسأله برضه سبب الوفاة ايه السبب غير الزرنيخ. ولكن الدكتور قرر ان هو يفضح عجيبة ويقول في التحقيقات ان اللي السبب وراء موت وفاء هي الست عجيبة. وبعدين انتهت الحلقة على كده. لو عجب